بيقولوا الأخ مش سند، والكلمة دي ظلمت وكسرت علاقات كتير. سيدنا موسى نفسه لما اتحط في مهمة تقيلة طلب من ربنا يعينه بأخوه، وقال في القرآن الكريم: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. وربنا قال في الآية الكريمة: سنشد عضدك بأخيك. يعني الأخ قوة وظهر وسند حقيقي وصديق قبل أي حد، وحنية ما بتخلص حتى لو ما بتتقالش. مش لازم يبقى شبهك ولا دايما متفق معاك، بس عمره ما كان عدوك. الأقوال اللي بتقلل من قيمة الأخ طالعة من تجارب ناقصة، مش من الدين ولا من الصح. في ناس كبرت وهي فاكرة إن البعد أمان وإن القسوة قوة، وعشان نحسن علاقتنا بإخواتنا نقلل مقارنة ونزود احترام. نفهم ان الاختلاف مش عداوة، وما نخليش مواقف تافهة ايا كانت هي ايه تكبر وتيجي على حساب اخوك. الكلمة الحلوة والموقف الجدع والسكوت وقت الغضب، الحاجات الصغيرة دي بتبني علاقة كبيرة. الاخ مش حمل، الاخ صديق وسند ونعمة من ربنا.